صباح الخير على الجميع على السريع، لانه اليوم عندنا فيلم جديد اجذب الجمهور اليمني. الان بعضهم انكروا من عاده 22 مايو، بعضهم لا، الى الساعه 2 3 مش عارف ايش الوضع. عمركم شفتم افتتاح بطوله دوري مهرجان ودعاء لوسائل الاعلام ودعاء الا هذه المره؟ مناورات كسب مواقف. عمركم سمعتم انه الفرع محترم ولا رئيس الفرع ولا الاعضاء ولا لجنه الحكام ولا دوار الخير؟ لا، اللي بيحصل مهزله. وما قد حصلش انك تعين مدير بطوله من نفس المدينه، تجيب من برا، ولا حكام من نفس المدينه، ولا اللي بيحصل هذا. اللي بيحصل خطا كبير. انه الان خلاص امر واقع، ملعب 22 مايو جاهز. طلبوا 5 مليون من العيسي طبعا للصيانه، هو ما بيكلفش مليون، البروي كان يشتري ياكل الفارق. الان عمل تعديلات ب 600,000 700,000. امر واقع. في حصانه دوليه ما حد بيقدر يمسك الزرقاء والشرفي. وقبل شويه لقينا الكابتن احمد قائد يقول لهم يقوم بعملنا، قلت انت يا اخي فني، بس اللي بيحصل هذا غلط. يقولوا انه في تدخل حكومي في الدوري، يقولوا في البيانات الفيفا عصر الفيفا ما بيحترمكش، وعارف انك شيء تعمل هذه العمليه عشان تاخذ منه المخصص. لكن لو عارف ان الانديه كلها متمرده، قال لك منع حكومي من الانديه. ايوه انا بمنع خالد الدهمل، عبد السلام الغرباني، بمنع اللي راح شل الفريق يروح تاجر بهم ويوصل لهم فلوس هناك بدون ما يجيب لهم حقوقهم. انت بتوقع ورقه من 7 شروط لحقوق النادي الانديه اللي خسرته كامل، وتجي تقول لي تاجيل بعد 10 ايام. الان بتعمل اليوم بطوله، مش حتقام اليوم مباريات، حتوقع ارهاصات، حتوقع سوء تفاهمات، حتوقع. لكن ما بتجيش تتحديني. الحوثيين يقولوا اكثر مره انا مش معترف بمجلس الامن الدولي ونجحت، ولا بالامم المتحده. بتجي انت يا احمد العيسي بفسادك، كل الناس عارف انك فاسد ولص وسارق واشياء كثيره وغسيل اموال. الان الموضه انه الناس حيوقفوا معك علشان انه ضد شوقي جمعان. طز بشوقي، طز بجمعان، لا، انه عشان الناس يشتوا الحراك، عشان المشرف الرياضي والرواتب وعبد الله عقبه يجي يتصور. ما قد حصلش، ولا ريال مدريد بدايه الدوري كل واحد يقدم جرامه حقه، لا، هذاك يستوي قبلها. هذا اجتماع فني. مش حتقام اليوم مباراه، حتقع حماقات. بعضهم يقولوا تهبيط انديه. تاريخ الوحده قد هبط 4 مرات 5 مرات. اهلي صنعاء خلاص اصبح في الحضيض، ومالش الا ثورات تصريحيه من داخل. اصلا انت ما بتشاركش دوري، ما فيش هبوط لما يمتنعوا الاغلبيه الثلثين. لا، هذا اجتماع فني. مش حتقام اليوم مباراه، حتقع حماقات. بعضهم يقولوا تهبيط انديه. تاريخ الوحده قد هبط 4 مرات 5 مرات. اهلي صنعاء خلاص اصبح في الحضيض، ومالش الا ثورات تصريحيه من داخل. اصلا انت ما بتشاركش دوري، ما فيش هبوط لما يمتنعوا الاغلبيه الثلثين. قلق ان اهلي صنعاء يهبط، مثل ايش؟ السلام عليكم.